والسلام عليكم ورحمة الله. وحشتوني يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. جيت لكم النهاردة فيديو جديد والحمد لله رب العالمين. انا منتظمة جدا جدا في الفيديوهات، حمدك واشكر فضلك يا رب. المهم النهاردة معانا بقى ايه، بطيخة حلوة كده، ومعانا اكلة سمك تحفة جدا جدا. فتابعوا الفيديو الاخر. لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، فضل منك تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسوش بقى اللايكات والكومنتات بتاعتكم. يلا يا حبايبي نبدأ الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين هنا، بس كنت باخد صورة مصغرة بالبطيخة، كنت بهزر مع قريبتي يعني. المهم هنبدأ بالصلاة على النبي وبالرز الصيادية. اول حاجة جبت بصلتين كبار كده حلوين، وهنعمل الرز الصيادية. الرز الصيادية لازم يكون البصل فيه كتير كده عشان يكون حلو، يعني فاهمين. المهم يا حبايبي، قطعي البصل بتاعك اي حاجة انت حباها، معاه طبعا يكون حلقات يعني او جوانح والكلام ده. طبعا الكلام ده بيقولوا الناس اللي مش بتعرف تعمل اكل. طبعا السمك انا كنت متبلاه من الاول ومخرطه البتنجان، قصدي مقطعه البتنجان وكله تمام، كنت محضره كل حاجه. السمك اللي معايا النهارده هو سمك محارات يا جماعه. وطبعا اللي مش شايف سمك المحارات، هو سمك حلو جدا. هو من النادر جدا ان احنا بنلاقيه في السوق، يعني مش كل الوقت بيكون موجود في السوق. بس طبعا المحرات لازم يكون محرات حر. خلي بالكم لو مثلا عديتي مثلا على سوق او على بياع سمك وقالك مثلا خدي محرات او كده، سمك محرات، وقالك مثلا ده كويس وكده، شمي السمك. لو هتلاقيه مثلا ريحته نشادر، طبعا عارفين ريحة النشادر. النشادر ده بيبقى بودر لونه ابيض كده، هو ده ريحته يعني، مش ده اللي بيكون على السمك. فلو لقيتي السمك ريحته كده فاهربي اهربي، اوعي تشتريه. لكن لو لقيتيه ريحته سمك عادي اشتريه طبعا. تمام. فهو بصراحة حلو جدا، من السمك المميز يعني، واحنا بنحبه في البيت جدا. وزي ما قلت لكم من النادر ان احنا بنلاقيه في السوق. خلاص كنت بقى سلقة البنجر ده، والبنجر بقى من السلطات المفضلة عندنا في البيت. فاخدت شوية تومة كده من اللي انا عاملاها، وطبعا اديكوا شفتوا اللون اللي انا دقة فيه ده. ده متورث يا جماعة، ده اصلا بتاع تيتا يعني مامة مامتي. المهم خرطت البنجر، بشرت عليه جزر زي ما شفتوا، وشوية دقة من اللي انا عملتها، وخل بقى وزيت وليمون يعني شوية شبت كده، بيبقى طعمه تحفة جدا. بس فانا عبال ما عملت كل الكلام ده، وماما اصلا كانت قالت البتنجان صراحة، هي اللي وقفت على البتنجان وعلى اول طاسة من طاسة السمك، على ما انا كنت خلصت يعني شوية الحاجات اللي انا عملتها دي. تمام. عارفين لو انا مثلا مش بصور هبقى عيني في كل حتة، لكن التصوير يا جماعة بيهلك، يعني بيهلك جدا، بالذات بقى لما المطبخ تكون مساحته مش كبيرة. مطبخ ماما طبعا مساحته احلى من مساحتي وكويس، بس برضو مش كبير يعني فاهمين. بس دي كانت اول طاسة انا اطلعها، وبقى اللي بطلعه بحط مكانه على طول. هسيب لكم بقى التتبيله بتاعت السمك اللي انا عملتها. بصوا توم ده اساسي، وفلفل اخضر، اللهم صل على النبي، وشطه وكمون وملح. ما بحطش عليه ليمون. بس التتبيله دي حلوه جدا يعني، وسيبيه في التتبيله شويه عشان خاطر يكون طعمه حلو. شايفين بقى ميه هنا بقى. بصوا انا عبيطه يعني، مش حطيت كده بس كله وقع على البوتاجاز، مش مشكله، كده كده البوتاجاز هيتغسل. طبعا سامعين صوت ابني بيعيط، بس هو مش لوحده. بصوا المية غليت لونها ايه بتاعت الرز، طبعا ده بيكون من البصل، من لون البصل. خلاص كده السمك هنا كان كله اتقلى. النوع التاني بقى معايا من السمك هو سمك بطاطا. بصوا كان صغير، هو السمكية صغيرة جدا على فكرة، بس هي باينة في الكاميرا كبيرة. ف كان حلو برضه، بس انا بصراحة مش من المفضلات يعني، انا بحب المحارات اكتر. اختي بقى بتعشق السمك البطاطا ده.
ده اسمه سمك بطاطا. مش عارفة ليه اسم تاني ولا لأ الحقيقة، بس هو يعني المعترف بيه سمك بطاطا. ممكن يكون ليه اسم تاني وانا معرفوش. انا بقى ايه مليت من القلي بتاعه بصراحة. بس شايفين ليه بقى هقولكم، لان السمك ما شاء الله سمين فبينزل السمنة. المهم مليت فانا اديت على ماما تكمل القلي بتاعه برضو. هنا بقى شوية خل بالثوم والتحديقة او اسمها ايه، يعني التومة اللي انا كنت عاملاها برضو ايه تضيفيه على السمك كده وهو سخن، بيبقى تحفة تحفة تحفة. شايفين لونه جميل ازاي؟ طبعا لما تلاقوا الصورة مغيمة كده فالكاميرا بتفوكس لوحدها. تمام. الرز بقى طبعا شايفين لونه. طبعا عايزه اقول لكم ان المواعين اللي في الحوض دي بسبب ان المايه قطع، لكن انا طول ما انا بعمل اكل بغسل كل حاجه ورايا، ما بحبش ابدا اسيب اكل في الحوض. بكره اصلا الكركبه حواليا وانا بعمل اكل. بس فهنا بقى وقت الغرف. كنت هعمل سلطه خضراء فرجعت في كلامي، في كلامي الحقيقي. ايه رايكم بقى في فيديو النهارده؟ يا رب يكون خفيف. انا بحاول انا ايه يعني اخفف لكم في الفيديوهات علشان انتوا ما تملوش، يعني اقصر لكم في الدقايق كده، يعني اختصر لكم في الوقت. بصوا تحفه. سبحان الله، يعني انا لما باجي اعمل اكل ببقى عارفه، يعني عارفه انا بعمل ايه عادي، يعني مش ببقى مركزه قوي، اني ببقى سبحان الله خلاص حفظت كل حاجه. فانتي برضو ما تعرفيش تعملي اكل، صدقيني والله مره على مره هتلاقي نفسك بقيتي تمام جدا جدا. بس اهم حاجه تكوني حابه الموضوع. طول ما انتي مش حابه تعملي اي حاجه كانت هتلاقي نفسك انتي اصلا مش هتعملي. بس تمام كده. بس هو الاكل كله سخن، انا بحب قوي قوي اكل الاكل سخن. غير كده بصراحة الاكل ما بيكونش لذيذ، لازم الاكل كده يكون طالع او في بقي كده بوحوح من كتر ما هو سخن. بص الرز لونه حلو ازاي والسمك. بس ده كان فيديو النهاردة بسيط وجميل. يا رب لو عجبك الفيديو تعملي لايك وكومنت، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي يا حبايب قلب شروق.